النهاردة هنتكلم عن أنواع الدحلاب من كتاب البسكوتة والدحلاب لشيماء الجمال. أول حاجة محتاجين نعرفها هو مين الدحلاب ده أصلا. الدحلاب هو راجل علاقتك العاطفية معاه مرهقة ومتعبة وبتوجعك وبتأذيكي نفسيا. تعالوا نشوف ايه هي أنواع الدحلاب. أول نوع عندنا هو وزير النساء، ده اللي بنقول عليه يعني بتاع ستات. وطبعا ده من أكتر الأنواع اللي هتوجعك، لأنه طول الوقت هيضيع ثقتك في نفسك وهيحسسك إنك مش كفاية ومش مالية عينه، وإنك يا عيني مش فاهماه صح، وإنه يا حرام بيضعف، وإنه بيدور على حاجة مش عارف هي إيه. كلامه كله هيبقى إنه بيحب الستات وبيحب الجمال. عنده قدرة غريبة على الكذب والتثبيت عشان يقدر يوقع مجموعة بنات، مش بنت واحدة بس. بيشوف نفسه ورجولته بعدد الستات اللي بيوقعهم واللي في حياته. مدمن علاقات عاطفية وبيتنفس دوبامين. الدوبامين ده هي المادة اللي بتتفرز في بداية التعارف، اللي كده بتخلي القلب يفضل يدق كتير. من الآخر الشخص ده هيلففك حوالين نفسك، هتضيعي عمرك معاه، وهيخليكي بعد شوية تحتقري نفسك انك اصلا مكملة معاه. ده اللي هيخليكي تقولي ان الرجالة كلهم مصطفى ابو حجر. تاني نوع البوهيمي، وده بقى كائن بوهيمي بيفعل ما يحلو له. عايش كده يوم بيوم، مفيش اي تخطيط ولا مسؤوليات ولا اي حاجة. برنس في نفسه. أي محاولة منك لوضع أي إطار لأي شيء هيعتبره سيطرة. ده كان غالبا وهو صغير مامته كانت خانقاه ومسيطرة عليه، ولما كبر ما بقاش طايق أي قيود من أي نوع. ده بقى ممكن يكون بيحبك فعلا، بس مش عايز جواز، وكل شوية هيطلع من علاقة يدخل في علاقة تانية، لأن مفيش واحدة أصلا عايزة تستقر هترضى تكمل معاه. وغالبا شايف إن الجواز ده منظومة فاشلة، ومش عايز يخلف، واللي هو ليه فرح وليه بيت وليه مهر وليه مأذون وليه أي حاجة أصلا. عمرك ما هتحسي معاه انك عارفة حاجة ولا في صورة واضحة لإيه اللي هيحصل، وغالبا مش هيوصل اصلا للجواز، ولو اتجوز هيطلق لانه مخنوق. تالت نوع بقى العواطلي. ده عنده مشكلة في كسب الفلوس، مش شاطر في شغله ومش بيجتهد وعايش على فلوس الست اللي معاه أو فلوس أهله. فيا إما هيخليكي تصرفي عليه ويستغلك ماديا، وفي الحالة دي هتلاقيه بيشجعك على شغلك قوي وانتي يا مسكينة فاكرة ان ده حب. يا إما هيكره نجاحك وشغلك وهيحبك تبقي فاشلة زيه علشان ما تبقيش أحسن منه وتفتكري تسيبيه. باختصار دايما هتبقي في مشاكل مادية معاه وخناقات على الفلوس، وهيفضل دايما يحسسك بالذنب انك بتحبي الشغل اكتر منه، او انك مادية او انانية. رابع نوع بقى البيزنس مان المشهور. ده بقى رائد الأعمال أو الشخص المشهور، بيكون عايز طول الوقت يتشاف ويتسقف له. ده مش بيكون متعدد العلاقات العاطفية، لأنه أصلا مش فاضي للكلام ده. هو بيكون مركز على الفلوس والنجاح والشهرة، وهي دي الحاجات اللي بيملى بيها الثقب اللي جواه واللي بتحسسه برجولته عليكي. مشكلته مش بيكون متاح عاطفيا ليكي، وده مش بيكون بسبب خيانة أو قسوة، ده بسبب انه مش فاضيلك وشايف ان مشاعرك دي فيها شيء من التفاهة. النوع ده فيه امل لو اشتغلتوا سوا على اسلوب التواصل والاحتياجات، ولو كمان انتي ركزتي في حاجات تانية تشغلك وهو مشغول. هو اكيد العلاقة معاه مرهقة عاطفيا جدا، لكن ممكن يكون فيها قدر من الاستقرار والمسؤولية والاخلاص اللي يفتحوا بيت. خامس نوع بقى الانعزالي. ده بقى هادي وغامض وقليل الكلام، ما بيحبش الاختلاط والناس الكتير، انطوائي زيادة يعني. مش بيحب خروجك مع صحابك
ومش بيفهمه أصلا، ما بيحبش يروح مناسبات ولا يخرج معاكي. لو انت اجتماعية وعندك علاقات هيبقى مش مرتاح ومش مطمن وقلقان طول الوقت، لحسن تزهقي منه أو يبقى ليكي حياة براه. هيتخانق معاكي كل ما ترجعي من بره مبسوطة. النوع ده مش هيبقى مرتاح غير لما تكوني جنبه طول الوقت ولازقة فيه وملكيش أي حياة براه. النوع ده هتحسي على طول انك مش فاهمة ومش عارفة ماله وايه جواه. هتحسي معاه ان الحياة بقت كئيبة ومملة وهتحسي انك مش عايشة. اما سادس نوع ده بقى العاشق الولهان. ده سوما العاشق اللي بيعرف يقول كلام حلو وكلام حب وبيحسسك انك ملكة قلبه. مشكلته انه بيستخدم الحب كسلاح عشان ياخد بيه اللي هو عايزه. يعني بيحبك بمزاجه وبشروطه، بيحبك علشانه ومش عشانك. بيعرف يسمع ويطبطب ويحتوي بس لما تبقي على مزاجه بس. اي محاولة منك انك تكوني نفسك او تقولي لأ، شلال الحنان والحب والرومانسية بيقف تماما. بيكون حاجة تطير العقل كده من كتر الحب والرومانسية، بس هتفضلي طول عمرك تدفعي تمن حبه ليكي. سابع نوع بقى المؤمن. ده بيحب يستخدم الدين في الدحلبة، يعني بيستند على النصوص الدينية عشان يتحكم فيكي. يقولك مثلا احنا لازم نتجوز بسرعة عشان علاقتنا حرام، وكل ده عشان ما يديكيش فرصة تعرفيه كويس وتدرسيه. هيقولك الصحابة كانوا بيعددوا عشان يتجوز عليكي. هيقولك الرجال قوامون عشان يتحكم فيكي. المشكلة انه بيشوف الدين بطريقته هو وبياخد الحاجات اللي هو عايزها بس، لكن الحاجات اللي فيها حقوق ورفق بيكي وعدم كذب عليكي هيقلب فيها ملحد. تامن نوع بقى الدحلاب المدمن، وقصدنا بيه الإدمان الحقيقي مش مجرد السلوكيات الإدمانية. يعني إدمان مخدرات، خمور أو علاقات أو قمار. اوعي ترتبطي بدحلاب مدمن، ولو عرفتي متأخر وقالك إنه هيتعالج، لو ما كانش ده قرار نابع من جواه فعلا وعايزه وقالك بس بسبب ضغطك عليه، فما ينفعش تكملي معاه بأي شكل. حياتك هتتقلب لجحيم. تاسع نوع بقى الدحلاب المتجوز. ده بقى اللي عايزك الست التانية في حياته ايا كان المسمى. هيظلمك انتي ومراته عشان نفسه بس لانه دحلاب. وده بقى شاطر قوي في الدخلة بتاعته وعنده اسطوانات كتير عشان يعرف يخليكي انتي ومراته في مية البطيخ. الحياة صعبة يا جماعة، مش ناقصة بصراحة دحلاب ومتجوز كمان. آخر نوع بقى العنيف. ده اللي صعب يتعاشر شهر واحد بس. ده ماشي يتخانق ويزعق طول الوقت في خلق الله وفيكي. شخص مؤذي بمعنى الكلمة، بيحب يهين غيره. غالبا هو شخص سايكوباتي. أول ما تلمحيه اجري وهاتي ناس تجري معاكي، واوعي تتجاهلي العلامات اللي بتبقى واضحة من أول العلاقة. طيب لما تقابلي الدحلاب هتعملي ايه؟ او لما تقابلي في العموم اي شخص مؤذي، اوعي تحاولي تغيريه. اوعي تقولي ان انا هغيره. انتي مش مسؤولة تغيري حد، ومحدش بيقدر يغير شخص مش عايز يتغير من نفسه. بطلي تتعاملي وكأنك المنقذ او المخلص. مش دورك انك تبقي قرص المسكن اللي بيريحهم من الألم. فلما تقابلي الدحلاب امشي وما تحاوليش تغيري حد. لما يبقى يتغير من نفسه اهلا وسهلا بيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، شير وسبسكرايب.